طبعا انا عارف ان انا وحشكم وان انا بقالي اكتر من 15 يوم ما بعملش فيديوهات او اكتر من كده كمان، بس انا جالي مولود جديد، فشكرا لكل الناس اللي باركت لي، ويعني بفكركم تاني عشان محدش يقول لي انت كنت فين وبتاع. ناس كتير شافت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية واستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بانت غريبة شوية وبروتوكولات فيها غريبة شوية، وتبان أكتر من إن هي زيارة أصدقاء أكتر من زيارة رسمية بروتوكولية. عايز أقول لكم إن الزيارة دي ليها أسرار كبيرة وخطيرة جدا. طبعا مفيش بيانات رسمية ظهرت، لكن بناء على تحليل الموقف اللي حاصل هنتكلم النهاردة عن الدور الرئيسي اللي بتلعبه مصر والمملكة العربية السعودية معا في الوضع الراهن في الشرق الأوسط وتحليل اللي بيحصل. وأظن إن الدور الرئيسي أو الغرض الرئيسي من دعوة الأمير محمد بن سلمان للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة السعودية هي خطة التهجير في غزة. صلي على اللي يشفع فيك، وهنبدأ الكلام وهنشرح الموضوع بالراحة. موضوع طويل شوية ومعقد شوية، بعيدا عن مهاترات الإعلاميين ومهاترات العيال الصغيرة الموجودين على التيك توك والسوشيال ميديا، اللي ده عمال يشتم وده عمال يشتم. في الآخر السياسة والأمن والاستراتيجية لا تقاس بأفواه هؤلاء الهواة أو السطحيين، سواء كانوا مصريين أو سواء كانوا سعوديين. نخش في الموضوع على طول بقى. شفنا النهارده الطيارة الرئاسية بتهبط في نيوم، ومش في الرياض، يعني مش في العاصمة، وكان الامير محمد بن سلمان واقف تحت سلم الطياره بيستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقت ده كان لابس لبس كاجوال، يعني ما كانش لابس زي الكرافته وبتاع وفي حرس شرف وبتاع والدنيا هيصه كزياره رسميه، لكن كانت زياره تكاد تكون اقرب الى زياره اخويه. ليه الامير محمد بن سلمان دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ ده هنتكلم عنه في الفيديو. لكن اشمعنى بقى، والناس برضو بتقول ليه الامير محمد بن سلمان ما راحش زار جمهوريه مصر العربيه؟ هو كان اخر زياره كان موجود في جمهوريه مصر العربيه، فبالتالي يجب ان الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو اللي يزور المملكه العربيه السعوديه. اللي حصل ايه بقى بعد ما الرئيس عبد الفتاح السيسي نزل وسلم على سمو الامير؟ بعد كده سمو الامير ركب العربيه بتاعته، عربيه المرسيدس اللي انتم شفتوها في الفيديو، وركب جنبه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هما الاثنين في العربيه لوحدهم، وساق بنفسه الامير محمد بن سلمان، وكانوا في مدينه نيوم. وبعد كده التقوا لقاء طويل جدا. واحب اقول لك بقى تعالى نفهم الاستراتيجيه اللي بتحصل اليومين دول، وموضوع الخلافات اللي كانت في الفتره اللي فاتت هنتكلم عنه في اخر الفيديو ده، لان انا شايف ان في مهاترات كتير كده وكلام اهبل بيتقال، مش قادرين يفهموا حجم دولتين زي مصر والسعوديه والشراكه الاستراتيجيه ما بينهم. نخش على القضيه الاكبر وهي قضيه التهجير. الفتره اللي فاتت وكم اسبوع اللي فاتوا، بعد التصريحات التصعيديه ضد جمهوريه مصر العربيه على لسان خليل الحيه الرئيس الحالي لحركه حماس بعد اغتيال قادة حماس جميعا، في اعلان غريب ناس كتير استغربت منه، ان هو رايح جمهورية مصر العربية الحية، رايح مصر يقعد في مصر علشان يقعد مع الأجهزة الاستخباراتية، المخابرات العامة ووزارة الخارجية، علشان يوصلوا لصفقة. وهنا بنتكلم ان مصر وقطر هم الأطراف المفاوضين، وهم اللي بيتكلموا بلسان حركة حماس أمام الكيان الصهيوني. فالخليل الحية ساب قطر وراح مصر، قعد معاهم وقال الشروط الجديدة اللي حماس مستعدة ليها، واللي كل شوية بتبدأ تنزل 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 تنزل، حتى وجدنا نفسنا في الوقت الحالي ان احنا بنتكلم عن اليوم التالي للحرب، وهو ان حركة حماس المفروض ان هي تسلم السلاح بتاعها على سبيل الامانة لجمهورية مصر العربية، ويبدأ اليوم التالي بادخال قوات مصرية وقوات دولية الى قطاع غزة، وبداية انشاء قطاع غزة من اول وجديد. الا ان الكيان الصهيوني رفض المقترح، لكن المعارضة في الحكومة الإسرائيلية حابة المقترح ده جدا. طيب ايه اللي حصل بقى من نتنياهو؟ نتنياهو في الفترة الأخيرة قبل زيارة خليل الحية، وده السبب الرئيسي اللي خلى خليل الحية يزور مصر، كل ده مرتبط بزيارة محمد بن سلمان على فكرة، هي ان نتنياهو ماضي في خطة التهجير وماضي في خطة الاستيلاء الكامل والاحتلال الكامل لقطاع غزة. قبل كده اتكلمنا في فيديو، قلنا لكم في فيديو الأسئلة لما الناس سألتني امتى الموضوع ده هيخلص، قلت لكم ان إسرائيل أول حاجة لا ليها كلمة ولا ليها عهد، والحرب اللي موجودة في غزة ما عادتش حرب سياسية، لكن هي ضمان لبقاء نظام نتنياهو القاتل المجرم في السلطة في إسرائيل، وأيضا تكملة خطة التهجير. حركة حماس ما بقتش تهدد إسرائيل، ما عادش فيه أي ضغط على إسرائيل من حركة حماس، لكن
لكن الغرض الرئيسي من اسرائيل ان هي استخدام حركة حماس كذريعة لقتل الشعب الفلسطيني واحتلال قطاع غزة وبدء عملية التهجير. طيب ايه اللي حصل بقى يا عم كريم؟ ان نتنياهو قال وطلب من رئيس اركان الجيش الاسرائيلي بان هو يحتل قطاع غزة، والخطة العسكرية كالاتي. في ناس بتقول 10 و11 فرقة وبتاع، دي ارقام كبيرة جدا يا جماعة، لكن هو بيتكلم عن دخول 6 فرق من الجيش الاسرائيلي الى قطاع غزة. الارقام اللي انتوا كنتوا بتشوفوها زمان لما يقول لك اللواء الجولاني دخل واللواء الجولاني خرج وبدلوا اللواء الفلاني وبتاع، دي اعداد بسيطة جدا من القوات الاسرائيلية. لما نيجي نتكلم يا جماعة في التكتيك، تعال اقول لك بقى ما هو قوام الفرقة المدرعة الإسرائيلية. الفرقة المدرعة الإسرائيلية هي رباعية الألوية. يعني إيه؟ يعني كل فرقة مدرعة في إسرائيل فيها 4 لواء مدرع زائد لواء مشاه ميكانيكي، دبابات النمر اللي انتوا بتشوفوها، لمعاونة الدبابات. فبالتالي لو احنا بنتكلم في 6 فرق، يعني 6 في 4، فاحنا بنتكلم في 24 لواء مدرع، مش اللواء الجولاني خرج واللواء الجولاني دخل. طيب ما هي قوام بقى اللواء المدرع؟ لواء مدرع برضو رباعي الكتائب، ففي 4 كتايب دبابات، وكتايب الدبابات داخل اللواء المدرع رباعية السرايا ايضا. فاحنا بنتكلم في رقم كبير جدا، ما بين 1500 ل 2000 دبابة اسرائيلية، بما يعاونهم من المشاه الميكانيكي لمسح وسفلتة قطاع غزة بالكامل واحتلال مدينة غزة والمواصي، حتى نصل إلى مدينة رفح الفلسطينية على الحدود المصرية. نعمل إيه بقى يا باشا؟ نزق 2.5 مليون فلسطيني اللي فاضلين، نحشرهم على الحدود مع جمهورية مصر العربية. وبالتالي التفاوض هنا بقى هيخرج يروح في حتة تانية خالص. التفاوض مش مع حركة حماس، حماس بالنسبة له تعتبر ولا شيء دلوقتي، لأن مفيش تأثير على الأرض. لكن التفاوض هيكون على هتاخدهم ولا خلص لك عليهم. وده النهج اللي نتنياهو عايز يعمله من بداية الحرب، لكن جمهورية مصر العربية كانت فاطنة للموضوع ده. نخش بقى لحركة حماس، ايه اللي خلاها تتوجه الى مصر؟ وهو ان هي عارفة قوام 6 فرق اسرائيلية. حركة حماس يا جماعة والقادة بتوع حركة حماس مش اغبياء، هم عارفين قوام الجيش الاسرائيلي، عارفين قوة الجيش الاسرائيلي كويس جدا، وصرحوا تصريح اخير كده من يومين، قالوا ستكون غزة مقبرة للغزاة وستكون كذا، نفس الكلام اللي احنا شفناه من بعد 7 اكتوبر، ان برضو هم مش هيقدروا يخشوا غزة ومش هيقدروا يحتلوا غزة ومش هيقدروا يعملوا معانا حاجة. لكن لما بنيجي نتكلم في القدرات العسكرية والقوة العسكرية يا جماعة، لازم تتحسب حسابات خبرة وليس حسابات عاطفية جهجهونية. لأن يا جماعة فكرة الاحتلال الاستيطاني مختلف تماما عن الاحتلال الاقتصادي. فكرة الأسلحة أيام المقاومة زمان مختلفة تماما عن المقاومة اللي بتستخدم طيارات وصواريخ وإف 35 وهكذا. فبالتالي خليل الحية مدرك تماما إن بقوام ال6 فرق الإسرائيلية لن تقوم لحركة حماس أي قائمة، فعايز يخرج من المفاوضات كسبان شيء بوقف الحرب، وإن حركة حماس تتحول إلى جهة مدنية تشارك في حكم غزة أو تخرج من حكم غزة بأمان وسلام عن طريق إيه؟ عن طريق جمهورية مصر العربية. طيب إيه اللي يهم جمهورية مصر العربية بقى في الموضوع ده؟ جمهورية مصر العربية مش عايزة تتحول إلى صدام عسكري مع الكيان الصهيوني، لأن في حالة التهجير الخيار العسكري موجود ومطروح. فكرة إخلاء 2 مليون وربع فلسطيني، الرقم يا جماعه انتم مش متخيلين، رقم كبير جدا، الى شبه جزيره سيناء، سيؤدي الى زعزعه الاستقرار في المنطقه بالكامل. وهنا بقى يجي الدور الرئيسي للمملكه العربيه السعوديه. في الفتره اللي فاتت شفنا مهاترات ما بين الاعلاميين، وسعودي بيزاد على مصر ومصري بيزاد على السعوديه، والعمليه كده كانت هبل في هبل. محدش قادر يدرك ان القوتين العربيتين اللي موجودين في المنطقه اللي عندهم القدره العسكرية والسياسية ان هم يضغطوا على الولايات المتحدة الامريكية ويضغطوا على دولة الكيان، هم جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. وتعالوا نتكلم عن المملكة العربية السعودية. ناس بتقول المملكة العربية السعودية بتسعى الى التطبيع. المملكة العربية السعودية لن تكسب اي شيء من التطبيع، لن تكسب اي شيء من اتفاقيات سلام او معاهدات سلام مع اسرائيل. جمهورية مصر العربية بعد حرب اكتوبر 73 لما عملت اتفاقية سلام علشان تاخد الارض، بعد ما حاربنا في 73 الارض كلها
كلها رجعت سنة 89 بالمفاوضات وبشق الأنفس، وبالتالي وقف إطلاق النار كان ضرورة لابد منها. مع العلم إن في الوقت الحالي القوات اللي موجودة داخل شبه جزيرة سيناء وعلى الحدود بالذات يعتبر خرق صارم للاتفاقية، زي ما الكيان الصهيوني خرق الاتفاقية برضه. فاحنا دلوقتي في حالة فريكشن، ممكن في أي وقت الاتنين يخشوا يدبوا في بعض. طيب نيجي نتكلم بقى على السعودية. ما هو مكسب المملكة العربية السعودية من التطبيع مع إسرائيل؟ مفيش أي مكسب للمملكة العربية السعودية. هل المملكة العربية السعودية محتاجة الأموال الإسرائيلية؟ لا. هل المملكة العربية السعودية محتاجة علاقات دبلوماسية؟ لا. هل محتاجة مثلا إن المواطنين الإسرائيليين يخشوا المملكة العربية السعودية للسياحة أو لغيره؟ برضو لا. لكن المملكة العربية السعودية عندها استراتيجية، وهي استراتيجية أمن الشرق الأوسط، واللي هم مدركين تماما والمملكة مدركة تماما إن في حالة تهجير الفلسطينيين سيتم زعزعة أمن الشرق الأوسط. ليه؟ لأن جمهورية مصر العربية والسعودية هم ظهير لبعضهما. البحر الأحمر اللي فاصل ما بين مصر والسعودية ده يا جماعة ده الشريان العالمي اللي بيمر منه التجارة العالمية بالكامل. ده شريان عالمي آخر برضو موجود فيه منصات بترول لا مؤاخذة تغرق الشرق الأوسط، سواء على الجانب المصري أو على الجانب السعودي. فبالتالي لو حصل أي زعزعة لأمن جمهورية مصر العربية هيأثر على الاقتصاد العالمي وهيأثر على دول الخليج بعينها. في حالة دخول الجيش المصري في صدام سواء مع فصائل فلسطينية أو مع الكيان الصهيوني، أمن منطقة الخليج هيتزعزع بالكامل. طب هتقول لي يا عم كريم ايه علاقه الخليج؟ ما ممكن يقعدوا كده مريحين دماغهم والدنيا معاهم فس. احب اقول لك لا يا معلم، احب اقول لك ان دلوقتي الوضع الامني في سوريا سيء جدا. مع ان الوضع الامني في سوريا السعوديه بتسعى جاهده ان هي تسيطر على الوضع في سوريا بعد احتلال اسرائيل لاجزاء من سوريا، وطبعا المشاكل اللي انت شايفينها في السويداء والازمه الموجوده مع الرئيس احمد الشرعي في السيطره على سوريا من التفكك، وده اللي مش في مصلحه السعوديه. لو رحنا للبنان، لبنان دلوقتي بتحاول ان هي تخلي الجيش اللبناني هو القوام الرئيسي للقوات المسلحه في لبنان وعزل حزب الله، مع العلم ان اسرائيل محتله للجنوب اللبناني في الوقت الحالي، وايضا مش عايزه دول بتروليه تانية زي العراق والكويت والامارات وبقيه دول الخليج تنجر الى هذه النقطه. واللي هيحصل ده بدايته ايه؟ بدايته الصدام العسكري بين جمهورية مصر العربية ودولة الكيان، أو تهجير الفلسطينيين إلى منطقة شبه جزيرة سيناء. واللي مش هيقعدوا في شبه جزيرة سيناء خلي بالكم هيبدأوا ينتشروا إلى جميع أنحاء العالم، وتبقى تم تصفية القضية الفلسطينية، وإسرائيل تزداد قوة وتزداد رعونة وتبدأ توجه أسلحتها لدول عربية أخرى. فبالتالي المملكة العربية السعودية لن ترى الدول العربية تسقط والقضية الفلسطينية تسقط وتفضل صامتة. جمهورية مصر العربية نفس الشيء. فبالتالي القوتين الوحيدتين اللي ذو ثقل عسكري وثقل سياسي وثقل استراتيجي في المنطقة هم المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. ايه بقى الكروت اللي في ايد المملكة العربية السعودية وايه الكروت اللي موجودة في ايد جمهورية مصر العربية؟ مبدئيا جمهورية مصر العربية عندها القدرة العسكرية على صد الجيش الإسرائيلي. طيب ناحية بقى المملكة العربية السعودية، الواقع الجغرافي بيقول بعد ما نتنياهو أعلن عن خطة الشرق الأوسط إن هم عايزين ياخدوا أجزاء من السعودية، وده هيكون شبه مستحيل تقريبا لأن السعودية مش دولة سهل احتلالها. لكن الميزة المشتركة ما بين الدولتين إن جمهورية مصر العربية لو قامت حرب ما بينها وما بين الكيان هتكون حرب عالمية كبرى، وكل واحد هيخش يصطاد في المايه العكرة. كل اللي نفسه يضرب دولة تانية أو يخش يصطاد في الموضوع يضرب إسرائيل يعملها يمين شمال هيخش في القصة ديت وهتبقى الليلة فرح. المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة في العالم اللي يمكنها تجيش العالم الإسلامي بالكامل تحت راية المملكة العربية السعودية، نظرا للقدسية الكبيرة جدا للمملكة العربية السعودية والحرم والمسجد النبوي. تقول لي يا عم ده كلام، ترجعت الكلام الشعارات. اقول لك لا يا باشا، تخيل يا صديقي العزيز ان الكيان الصهيوني بيحاول يحارب المملكه العربيه السعوديه، كل مسلمين العالم سيجيشوا في هذا الاتجاه. النقطه الثانيه، تخيل يا صديقي ان الكيان هيحارب جمهوريه مصر العربيه تاني، فسيتوقف الشرق الاوسط بالكامل في حرب ضروس ستستمر لسنوات وسنوات. مين اللي مش عايز كده؟ الولايات المتحده الامريكيه اللي بتراهن في الوقت الحالي على الصمت العربي، وإسرائيل اللي بتختبر وخرجت موضوع المفاوضات ما بينها وما بين حماس إلى مفاوضات مباشرة ما بينها وما بين جمهورية مصر العربية. هتاخديهم ولا نخلص لك عليهم؟ هو ده مربط الفرس. طيب ما هي الدولة الوحيدة
اللي عندها القدره على الضغط على الولايات المتحده الامريكيه هي المملكه العربيه السعوديه بقيادتها لدول التعاون الخليجي. فكره بقى ان احنا زعلانين من ناس بتقول لك اصل الدور الريادي السعودي، اصل الدور، احنا مش في وقت مين بقى رائد ومين نقيب ومين جامد ومين مش جامد، احنا مش في الوقت ده دلوقتي. احنا في الوقت تحالف اللي موجود دلوقتي والزياره المهمه دي واللي بتؤكد قوه العلاقات ما بين جمهوريه مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه، هي دي مربط الفرس اللي تقدر تضغط بيه على المجتمع الغربي، تقدر تضغط بيه على الكيان، تقدر تضغط على الولايات المتحده الامريكيه. لكن فكره التشرذم والتشتت لن تجدي نفعا ولن تجدي شيء. بعد ما قلنا الشكل العسكري والشكل الاستراتيجي والشكل السياسي، نيجي بقى على الشكل المجتمعي والاجتماعي. طيب احنا يا جماعه في فيديو قبل كده سابقا اتكلمنا عن المهاترات اللي بتحصل، وان الشعب السعودي ما بيكرهش الشعب المصري ولا الشعب المصري بيكره الشعب السعودي، لكن كان في بعض الحناجر اللي صوتها عالي، سواء اعلاميين او سواء صناع محتوى من جمهوريه مصر العربيه، شغلتهم دايما ان هم ياخدوا كلمه وينتقدوا ويردوا على بعض تراشق بالالفاظ، عامل زي اتنين نسوان واقفين في الشارع بيردحوا لبعض. ولما تشوف المواضيع اللي بيتكلموا فيها مواضيع هايفه تافهه لا تنم عن اي رخاء ولا اي عقليه ولا اي ثقافه ولا اي عقل في نوع التراشق اللي بيحصل، مع العلم ان بعض الناس اللي اتكلموا كانوا اعلاميين كبار ومسؤولين كمان في بعض الدول. ونيجي للنقط المهمه عشان تفهم الشراكه الاستراتيجيه بين جمهوريه مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه. هل السعوديه محتاجه مصر ماليا او ماديا؟ احب اقول لك لا، هي مصر ما بتديش فلوس للمملكه العربيه السعوديه، لكن المملكه العربيه السعوديه بتيجي تستثمر داخل جمهوريه مصر العربيه. طب بتستثمر داخل جمهوريه مصر العربيه ليه؟ عندك 130 مليون بني ادم، حتى لو دخلهم ضعيف القدره الشرائيه بتكون كبيره جدا لهذا الكم من الناس. السعوديه لو انتوا شفتوا ان السعوديه لا تستقبل الاستثمارات الخارجيه، لكن هي بتستثمر الاموال السعوديه في شركات اجنبيه وفي دول اخرى، فبالتالي جمهوريه مصر العربيه بتعداد السكان الكبير اللي موجود عندها هي مناخ استثماري جيد للمملكه العربيه السعوديه. طيب بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه، العماله اللي بتروح هناك دي مش رايحه جميله، يعني ما تروحش مثلا تقول اصل انتوا من غير الدكاتره المصريين هتعملوا ايه، اصل انتوا من غير مش عارفه الاساتذه المصريين هتعملوا ايه. يا حبيبي، الدكتور او المهندس او العامل المصري اللي بيروح المملكه العربيه السعوديه هو رايح بمحض اختياره، محدش ضربه على ايده. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، ده رايح يشتغل. يعني ايه؟ يعني بياخد وظيفه، بياخد اقامه على هذه الوظيفه، بعد كده بياخد مقابل اجر لهذه الوظيفه. انت بتفكرني بان انا رحت جبت واحد نجار او واحد كهربائي، قلت له تعالى يا عم بعد اذن حضرتك انا عندي الكهرباء بايظه في البيت. قال لك حاضر، جه ظبط لك الكهرباء، قال لك اجرتي 1000 جنيه. قلت له اتفضل ال 1000 جنيه بتاعتك. يجي يقول لك بص انت من غيري ما كنتش هتعرف تعمل الكهرباء. يا عم الحاج، انت جاي تشتغل بالمقابل، تشتغل بالاجر، مش جاي تجبي على الناس. نيجي بقى للنقطه المهمه اللي احنا بقى يعني برضو شفت فيها بعض الكلام اللهبل. الناس الوافدين اللي موجودين في المملكة العربية السعودية اللي بيشتغلوا بشكل رسمي وبيقبضوا فلوس، واللي رايحين باختيارهم وبيبعتوا فلوس من المملكة العربية السعودية عشان يدعموا أهليهم في جمهورية مصر العربية، هذا التعاون تعاون اقتصادي واستراتيجي. الخليج محتاج اليد العاملة المصرية، لأن احنا كتير يا جماعة. دول الخليج تعداد السكان فيهم قليل، فبعض الحاجات من الأيدي العاملة ممكن يستوردوها من دول تانية، ده لا يعيبهم في شيء. نيجي بقى للنقطة اللي احنا شفناها اخر نقطة بقى، يعني اخر نقطة، مع ان انا عارف ان هي ملهاش دعوة بقى بكل الكلام اللي انا قلته، انا بس حبيت انور لمبة في دماغك عشان تفهم العلاقات ملهاش علاقة بالكلام السطحي ده. نيجي للنقطة الاخرانية، وهي التصريحات الاخيرة بتاعت موسم الرياض بقى وتركي آل الشيخ وبتاع والكلام ده. موسم الرياض قال لك احنا مش هناخد الا سوريين وهنجيب ناس عالميين وناس خليجيين وبتاع، تمام. طلع كوميونتي الانترنت كله بصوا ازاي مش عايزين مصريين، اصل الفن المصري، اصل يا عم ما تبص في ورقتك يا عم، يا عم تبص في هو عامل راجل في السعوديه عامل موسم الرياض. موسم الرياض ده بتاعه كل الممثلين المصريين اللي بيروحوا يشتغلوا في موسم الرياض هم عايزين فلوس تركي آل الشيخ. خلينا واضحه وصريحه، مش رايحين يعني ايه يرفعوا علم مصر يرفرف في سماء المملكه العربيه السعوديه، هم رايحين عشان الفلوس. طيب الراجل ده قرر او قال، هو ما قالش مصريين خلي بالكم في البيان بتاعه، لكن قرر وقال ان انا والله هنجيب الناس ديت تعملوا. طب مش اهلا وسهلا، انت تزعل ليه؟ يعني انا نفسي افهم انت زعلان ليه؟ اعمل انت يا عم موسم القاهره، موسم الجونه، موسم الساحل الشمالي، ايه مشكلتك؟ وهنتكلم تاني برضو في نقطة الناس الوافدة
للمملكه العربيه السعوديه. اصل المملكه العربيه السعوديه ما عندهمش دكاتره. يا عم انت تزعل، هل انت تحزن؟ انا عايز اسالك سؤال والله بصراحه، ما بحبش الواقع المزيف. هل انت تزعل ان المملكه العربيه السعوديه من ابنائها من الشعب السعودي يكون عندها مهندسين متفوقين يبنوا المملكه العربيه السعوديه؟ ده يزعلك انت كمصري في ايه؟ افهم. هل يزعلك ان السعوديه مثلا تقول لك والله شكرا يا مصريين، انا مش محتاجه اطباء مصريين تاني، انا اهلت اطباء سعوديين علشان ولاد البلد يقوموا بالبلد؟ تزعل ليه؟ انا نفسي افهم تزعل ليه. الموضوع يا جماعه داخل في مهاترات غير منطقيه. انا اتمنى ان كل واحد يبص في ورقته. يعني انا لو انا اتكلم عن بلدي، انا مصري يا جماعه، اتكلم عن بلدي، لا انا اقعد اطور من الناس بتاعتي، اطور من شبابي، استغل الناس اللي موجوده، ما اروحش اتخانق ان ليه السعوديه ما بتاخدهمش. يعني ايه العلاقه؟ مفيش اي علاقه في الموضوع. بعد كل المهاترات بقى اللي بتشوفوها على الاعلام من اليوتيوبرز المصريين وحبه من السعوديين والخناقه الهايفه اللي بتحصل دي، الشعب السعودي والشعب المصري شعبين متصلين ببعض اتصال وثيق جدا. نروح بقى للشق الثاني. في شق يا جماعه على مستوى الرؤساء ورؤساء الدول، الامير محمد بن سلمان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، انت لا تفقه عنه شيئا. في تعاونات استراتيجيه عسكريه انت لا تفقه عنها شيئا. كل اللي بتعمله ان انت بتشوف خبرين من قناه دي من قناه دي من عند واحد قله كده، وتقوم واخد الموضوع مبلوره مسلفنه مطلعه مدخله في خلطه مخك، وتقوم طالع من بقك قايل اي كلمتين وانت مش عارف ورا الكلام اللي انت بتقوله ده ايه بالظبط. فاظن ان الزياره دي جت في وقتها، لان القضيه الفلسطينيه هي محور امن الشرق الاوسط، سواء لمصر او السعوديه، سواء لدول الخليج او لدول شمال افريقيا. الحاجه الثانيه والمهمه، الزياره دي وطريقه الاستقبال دي علشان تسكت كل الالسنه السطحيه الثرثاره اللي مهمتها دس السم ودس الكراهيه والعنصريه ما بين الناس. اتمنى تكون الفكره وصلت، اتمنى ان يبقى حضرتك خدت نظره شامله، اتكلمنا عن كل حاجه، عن القضيه الفلسطينيه، عن خطه التهجير، عن حماس، عن الامور الاستراتيجيه. فلو الفيديو عجبك اشتراكك ده يشرفني. اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. كان معاك كريم ابراهيم، السلام عليكم.